الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم اخواتي في الله. النهارده معاكم ام مودة. هنعمل ان شاء الله العيش البلدي. هنا عندنا خميرة بنختبرها الاول. طبعا قبل ما نبتدي فيها لازم نختبر الخميرة عشان ما نضطرش اللي احنا نعجن نبص بقى الخميرة او العجين ما يخمرش معانا. كده حطينا كيس الخميرة وحطينا معاه معلقة سكر ومعلقة دقيق عشان الخميرة تتفاعل. شوية مية دافية. طبعا كده انا بحرك الخميره وادوبها كويس في السكر والميه. زي ما بقول لكم يا جماعه، احنا لازم نختبر الخميره قبل ما نبدا فيها شغل. لازم نختبرها في بوله كده الاول. ولو الخميره خمرت معانا وطلعت رغاوي كده لفوق، يبقى كده الخميره دي كويسه وشغاله، نشتغل بيها بقى عجين كده. عشان الخميره طبعا نتاكد انها تخمر معانا كويس، بنقفلها بالكيس كده طبعا. عشان ايه؟ كده الخميره ما شاء الله خمرت معانا. شايفين الرغاوي كده والخميره ارتفعت لفوق في البوله كده. الخميره ما شاء الله شغاله، اشتغل بيها بقى بامان. كده عندنا هنا الكل هنحطه دقيق ومعلقتين سكر، شويه ملح وميه دافيه. يستحسن طبعا ان احنا المخبوزات بالخميره نعملها بميه دافيه. ميه دافيه مش ميه مغليه. كده حطينا سكر. انا بقول لكم عندي قد 3 كيلو دقيق. طبعا انا مش بعاير بصراحه، ما عنديش ميزان. بس هم حوالي 3 كيلو دقيق. حطيت عليهم معلقه سكر ومعلقه ملح، معلقه ملح صغيره. طبعا هنزل عليهم بالخميره اللي انا كنت عامله لها اختبار طبعا، اتاكدت انها شغاله وناجحه. طبعا هنا البوله دي لازم ما اسيبش فيها اي حاجه، ان هي دي الخميره اللي هتساعد ان العيش يرتفع معايا. بس فانا كده هعجن. يعني هو العيش ما فيهوش اي حاجه، هو شويه دقيق وعليهم شويه ملح ومعلقه سكر وميه دافيه وبالخميره. زي ما بقول لكم الخميره لازم نختبرها الاول ونعجن كده بايدينا. طبعا لو عندك عجان ماشي، ما عندكيش عجان عادي بنشتغل بايدينا يعني. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ده عيش بلدي يا جماعه، يعني بيبقى شبه العيش السوري، بس هو طبعا احنا بنختلف عنه، اللي احنا بنحطه في رده. بعد ما بيخمر بنقطعه ونعمله فلشة رده. فده بيبقى كده عيش معانا ابيض، يعني عيش بنعمله في البيت، العيش البلدي. طبعا هنا بزود الميه واحده واحده عشان العجينه ما تترخيش معايا، لان عجينه العيش ما بتبقاش عجينه العيش البلدي ما بتبقاش مرخيه قوي، تبقى عجينه متماسكه يعني ماسكه نفسها، وفي نفس الوقت ما تبقاش عجينه ناشفه. طبعا انا بحاول الم العجينه كده وازود الميه على حسب ما احتاج. انا كده حسيت ان العجين لسه مفرول معايا ومحتاج ميه، فبزود ميه واحده واحده، ما بنزلش بالميه مره واحده. طبعا العجينه في ايدينا يا جماعه، احنا بنتحكم فيها. يعني حسيت ان العجينه اترخت نزود دقيق، حسيت ان العجينه ناشفه نزود ميه. طبعا انا افضل طريقه بالنسبه لي للعجين بصراحه هو اني بعجن على الرخامه. بلم العجينه الاول في البوله او في العجان بتاعي، وبعد كده بعجن في الرخامه، افرد والم زي ما انتوا شايفين. بعجن في الرخامة، العجين على الرخامة أفضل شيء. أفضل طريقة عجن هي اللي احنا نلم العجينة في البولة الأول، وبعد البولة ننزل نعجنها على الرخامة، لأن ده بيساعدك طبعا إنك تعجني بإيديك الاتنين. البولة مش بتساعدك إن انت تحطي إيديك الاتنين فيها. طبعا يا جماعة كل ما عجنا كويس في العيش وكل ما لمناه كده، بص العجينة أنا حاساه مرخي مني. زي ما بقول لكم إن العجينة احنا بنتحكم فيها بنفسنا، ما نخافش من العجينة. كده انا حسيت ان العجين ملبك وطري فزودته دقيق بصراحة. هنا ما شاء الله العجين كان اختمر. كنت حطيته في البولة وغطيته في الكيس هنا. حضرت له زي ما بقول لكم فرشة الردة. كده هنا بحط ايدي في الدقيق وارجع اقرص العيش على حسب ما انت بتحبي بقى تعملي الرغيف يعني، او حسب الطاسة. ده العيش هنسويه على الطاسة، هتقطعيه كبير هتقطعيه صغير على حسب مثلا حجم الطاسة اللي انت هتسويه فيها. انا بعملها هنا متوسط بصراحة، مش صغير او مش كبير او. يعني كمية الدقيق دي حوالي 3 كيلو. الصراحة جابت كمية عيش كتير، يعني قعد عندي كذا يوم وبيتحط في الفريزر. والعيش ده طريقته بتنفع حتى في سندوتشات المدارس. يعني انا ولادي بيحبوه بصراحة، بيتحشي فيه جبنة وبطاطس محمرة، بيبقى جميل اوي في السندوتشات. كفاية ان هو عيش انت خبزاه بايدك، يعني حاجة نظيفة كده. ده الحجم اللي انا بقطع بيه.
طبعا حجم العيش زي ما انت حابه، يعني حباه صغير حباه كبير. انا هنا بعمله متوسط، لا كبير قوي ولا صغير قوي. هنا بقطع معاكم زي ما انتوا شايفين. انا بحاول اني اصوركم العيش من كذا ناحيه، من فوق وبتاع، عشان كده. هنا قرصنا العيش ما شاء الله. طبعا بسيب مسافه بين كل رغيف ورغيف، لان العيش ده لسه هسيبه ايه يخمر معايا تاني. يعني بعد ما بقطعه كده بديله فرصه ان هو ايه قد ربع ساعه ان هو يخمر معايا تاني. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. اخواتي في الله، يعني ان شاء الله تشرفوني بالاشتراك في قناتي ام مودة، وتساعدونا ان القناة تنجح ان شاء الله باذن الله. في وصفات كتيرة باذن الله، وصفات من الصعيد ومن غير الصعيد باذن الله. ربنا ايه يقدرنا ونكون يا رب عند حسن ظنكم. شرفوني يا رب الاشتراك في القناة ام مودة، فعلوا الجرس ونحط اعجاب ان شاء الله، يا رب ينول اعجابكم. هنا زي ما انتوا شايفين يا جماعه انا بقرص العيش كده ما شاء الله. انا قرصت كميه حلوه من العيش فهغطيه. زي ما بقول لكم انا بسيب العيش يرتاح شويه وبعد كده هبتدي اشتغل فيه. يعني كل ما سيبنا العيش يرتاح معانا شويه كل ما ان شاء الله ادانا نتيجه احلى. كده غطيته بقماشه فمش بستنى كتير، يعني هي ربع ساعه بس كده. كده العيش ما شاء الله كان اختبر معايا ما شاء الله، يعني حجم الكوره كان ايه زاد. فهنا بقى انا ايه هقرص العيش معاكم. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يعني مفيش اسهل منه بصراحه. يعني العيش ده ما بياخدش معاك وقت، يعني انت ممكن اصلا تخمريه وتعملي حاجه وترجعي تكملي فيه. بسم الله ما شاء الله. كده هو ده حجم الرغيف. طبعا بنفضه كويس من الدقيق عشان ايه، الدقيق لو اتحط في الطاسه بيتحرق معايا، بيخلي الطاسه تتحرق. فعلى قد ما اقدر بنفضه كويس من الدقيق. كده هنعمل كذا واحد مع بعض. برش رشه دقيق. طبعا زي ما انتوا عارفين انا حاطه فرشه رده، فممكن عادي تفرديه برده، ممكن تفرديه بدقيق ابيض. انا بفرده هنا بدقيق ابيض. لو انت هتفرديه برده عادي كده هيبقى معاكي زي العيش البلدي، انما ده ممكن يطلع ابيض شويه زي العيش السوري شويه يعني، عشان انا فرداه بدقيق ابيض. لو فردناه برده هيبقى زي البلدي. كده هنعمل كذا واحد مع بعض. يعني مفيش اسهل من كده بصراحه. وصراحة بيبقى طعمه احلى بكتير. انت ظابطه المقادير بتاعته، ظابطه الملح. ساعات بنجيب العيش من بره نحس ان هو مملح شويه عادم شويه، لكن دي حاجه نظيفه وانت ظابطه. وزي ما بقول لكم هو بينفع في السندوتشات بصراحه. بنفضه كويس من الدقيق عشان ما يحرقش الطاسه. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انا عشان العيش يطلع مدور معايا والقرص يطلع مدور معايا بظبط القرص قبل ما اشتغل فيه عشان الرغيف يطلع مدور معايا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا انت لو شايفه العيش كبير ممكن تصغريه عن كده. انا عندي الطاسه كبيره فايه فبكبره شويه. لو انت عايزاه اصغر من كده ما عادي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وطبعا انا ببتدي في اول رغيف. اول رغيف هو اللي اللي فردته الاول هو اللي بحطه في الطاسه. هنا الطاسه ما شاء الله كانت سخنت معايا. وهنا طبعا انا لما بقرص العيش يا جماعه بنقرصه على الرخامه، بس بنحط تحتيها نفرش فرشه. نفرش فرشه قماش يعني عشان ما يلصقش معانا. لو حطيناه على الرخامه يلصق معانا وممكن يتخرم وما يرضاش ان هو يرتفع معانا في الطاسه. فبنفرش فرشه تحت العيش ما شاء الله. طبعا هنا الطاسه كانت سخنت معانا ونزلنا بيها برغيف العيش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اول ما احس ان العيش قب كده وابتدى ابدا اقلبه على طول على الناحيه التانية. طبعا يا جماعه انا اسفه اني انا كنت بصور بايد وبشتغل بايد، فعشان كده التصوير مش جيد يعني. انا كنت ماسكه الكاميرا بايد وبشتغل بايدي التانية. كده انا طبعا اول ما اقبل العيش انا بحاول اقلبه.
طبعا الطاسه لازم تكون سخنه يا جماعه. يعني اقول لكم ان انا شغلت على الطاسه من اول رغيف ابتديت فيه، اول رغيف قرصته معاكم هو اول رغيف احنا نزلنا بيه على الطاسه. ممكن تستني عليه يخمر شويه هيديكي نتيجه احسن. يعني انا اخر رغيف بصراحه هو اللي يعني معايا اكتر حاجه، انه كان خمر كويس يعني ما شاء الله. هنا هو بيبتدي يقب ويرتفع. طبعا هي برضو الطاسه لسه ما خمرتش، وبرضو العيش كان عايز ان هو ايه، ده اول رغيف كان عايز ان هو نستنى عليه شويه تاني، نستنى عليه شويه تاني يخمر شويه انا بقول لكم اخر تلات اللي هم اللي اخر حاجه كنت عاملاهم هم اللي ما شاء الله هم اللي عليوا معايا. بس برضو ده كان جميل والله، كان بيتفتح برضو وعملناه سندوتشات يعني. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. زي ما بقول لكم يا جماعه انا كنت بصور بايد وماسكه بايد، فعشان كده يعني التصوير مش جيد يعني، ما كانش حد بيصورني، انا اللي بصور نفسي يعني. ما شاء الله زي ما انتم شايفين الرغيف ارتفع معانا، يعني الرغيف عالي وقب كده في الطاسه لان الطاسه سخنه. دي طاسه تيفال يا جماعه. طبعا يستحسن ان احنا لما نعمل عيش طاسه تيفال زي ما انتم شايفين ما شاء الله. شوفوا بقول لكم كل ما العيش يرتاح كل ما ايه، كل ما علي معانا في الطاسه، كل ما قب يعني. بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفين يا جماعه. ده طبعا كان التاني واحد كنت عاملاه او تالت واحد، فكان ما شاء الله ارتفعوا زي ما انتم شايفين الطاسه ما شاء الله بتحمروا من تحت ومن فوق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا العيش لما تنزليه من على الطاسه يستحسن ان انت تحطي فرشه عشان ما يعرقش، يعني ما تحطوهوش على حاجه سلستين او حاجه ألمونيا، لا تحطي فرشه قماش يعني تحتيه، عشان هو بيبقى سخن. طبعا لو نزلتيه على ألمونيا او صينيه سلس او اي حاجه فبيعرق. فزي ما انتم شايفين انا فرشه تحت العيش. بسم الله ما شاء الله الله اكبر، يعني زي ما انتم